المقطع ده من ليلتين، وده صاروخ كروز أوكراني فلامينغو بيضرب مصنع دفاع روسي على بعد 1000 كيلومتر داخل روسيا. المصنع اللي أوكرانيا ضربته اسمه فينير بروغريس، وده فعلا واحد من أهم المصانع في آلة الحرب الروسية كلها. ده المكان اللي بيصنع وحدات الملاحة بالأقمار الصناعية كومت ام، الشريحة اللي بتدخل في كل طائرة مسيرة شاهد روسية، كل صاروخ اسكندر باليستي، وكل صاروخ كاليبر كروز، وكل قنبلة موجهة بتضرب المدن الأوكرانية. من غير الشرايح دي الصواريخ الروسية بتفقد توجيهها بالأقمار الصناعية وبتتحول لحاجات غالية ملهاش لازمة، وبتفشل توصل لهدفها بمسافات كبيرة. السلاح اللي استخدموه هو FP5 فلامينغو، صاروخ كروز أوكراني مداه أكثر من 3000 كيلومتر، وده تقريبا ضعف مدى التوماهوك الأمريكي، وبيحمل رأس حربي وزنه 1150 كيلوغرام، وده أكثر من أي صاروخ كروز للناتو. الشركة الأوكرانية فاير بوينت بتنتج 210 صواريخ شهريا، أكثر من إنتاج أمريكا للتوماهوك. في نفس الليلة أوكرانيا أطلقت الفلامينغو. صافرات الإنذار اشتغلت في 18 منطقة روسية، منهم كانتي مانسي اللي بتبعد 2000 كيلومتر عن حدود أوكرانيا، وده زي المسافة بين برلين وموسكو. روسيا بقت عارفة إن مفيش مكان آمن في بلدها،